السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وتنقول لكم عواشركم مبروكه بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. في هذا الفيديو شاركت معكم هكايا لقطات متنوعه من التحضيرات ديال رمضان، كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. اول حاجه وريتكم طريقتي في السلو اللي كندير فيها. هنا درت تقريبا كيلو لارب نتاع الدقيق اللي حمرته راسي في الدار حتى كياخذ داك اللون زوين، ما تخليوهش يتحرق. عندي كيلو الجنجلان خليت منه واحد الزلافه هكاك اللي محمراه وخليته صحيح، واللي بقى طحنته حتى طلق تقريبا الليدام ديالو. كيلو ديال اللوز حتى هو اللي خليته بالقشره ديالو وحمرته في الفران، وطحنت منه خليت منه زلافه اللي طحنتها هكا غير مهرمشه، واللي بقى طحنته حتى هو حتى طلق الليدام ديالو. هاد الطريقه كتخلينا نستعملوا ليدام الدهنيات زعما اكثر من بعد، ما كنستعملوش الزبده والزيت بزاف من بعد ملي كيطلق القوام ليدام ديالو. خديت تقريبا نص كيلو نتاع اللوز اللي حتى هو غسلته مزيان، درتو فوق البوطه، درت معاه الماء هكا حتى غطاه، درت معاه طريفات نتاع الحامض وشعلت عليه العافيه وخليته حتى طلعت عليه الغليه. حيدته من الماء، نشفته وحمرته حتى هو في الفران، وطحنته هو كامل، طحنته كامل حتى ولا معلك تطلق الزيت ديالو. ما بغيتش نخلي منه هو شويه نتاع الطريفات صحاحين. اللوز خليت منه زلافه مهرمشه باش كتعطينا ديك التقرميشه. الجنجلان حتى هو خليت منه زلافه. كاوكاو لا طحنته كامل، ودرت 350 غرام تاع زريعه الكتان، هذيك اللي كنتو كتشوفوها معايا كتبان لونها مغلوق، هذيك راها زريعه الكتان. درت 350 غرام زريعه الكتان، هي صحيه، كتخلي السلو ديالكم يجي زعما هكايا كميه كثيره وزوينه بزاف. راه كاين بزاف اللي ما كيبغيش يديرها، كيخاف منها لا تضيع له المذاق او لا تسلو فيه شي حاجه مختلفه، ولا راها نهائيا ما كتبدلوش ليكم. بطبيعه الحال ما غاديش تكثروها اكثر من القوام. هنا عندي كيلو د اللوز، نص كيلو د كاوكاو، كيلو د الجنجلان، راني دايره 300 ولا 350 غرام تاع زريعه الكتان. حتى هي طحنتها مزيان، جات تتحمق، جا سلو زوين بزاف. انا متاكده غادي تعجبكم الا درتوها الا ما كنتوش كتضيفوها. وهاد الطريقه هذه نتاع القوام غير كنحمروه ونطحنوه اول مره تنديرها، وان شاء الله غادي تبقى هي الطريقه اللي غنعتمدها الى طول الله العمر، لانني لقيتها زعما هاد الطريقه هذه كيجي سلو تيحمق، كيجي بنين بنين بزاف بزاف. ما عرفتش علاش من قبل كنت كنقشر اللوز وداك القشره ديالو كنحيدوها وهي اللي فيها الفائده، وعاد كنزيدوها بالقليل اللي ماشي مزيان وفيه غير تماره، داك عاد فرك اللوز عاد قليه. عاد هاد الطريقه هذه غير كتغسليه مزيان، تحيدي منه الغبره، تنشفيه وتحمريه فوق البوطه ولا في الفران، تيجي تيحمق. ان شاء الله غتبقى هي الطريقه اللي معتمده عندي. وإلا كانت شي وحده في البنات مازال كتقلي اللوز وكاوكاو، غير جربي هاد الطريقه نتاع هكا كلشي محمر، راه تيجي تيحمق وتيجي حسن اكثر من داك القوام اللي كنقليو. خديت 300 غرام تاع الزبده. بعدا قبل ما نقول لكم الزبده شنو درت، كاينه بطبيعه الحال 3 المعالق القرفه، شويه نتاع الكوزه محكوكه، مسكه الحره ضروريه في سلو، 2 معالق كبار نتاع النافع ومعلقه نتاع حبه حلاوه، وعندي رشه نتاع الملحه، ماشي زعما غير شيشه، شويه نتاع الملحه هكا، واحد الكميه على حسب شحال د القوام دايرين، لان الملحه هي اللي كتخلي داك المذاق يجي متوازن ويجي سلو بنين بزاف. خديت 300 غرام نتاع الزبده اللي ذوبتها حتى كتولي قهويه كيف ما شفتوها معايا من قبل. كما قلت لكم شاركت معكم غير لقطات، غتجي الهضره سابقه الصوره ولكن راه واضح. الزبده ذوبتها حتى كتولي قهويه، حتى كتطلق الكشكوشه وكتولي قهويه، كنصفيوها وزدت عليها العسل لانني باغا ندير العسل. زدت عليها العسل والزبده مازال سخونه، تخلطوا العسل مع الزبده مزيان حتى كيتطلق فيها، وهذا عاد كديروه على القوام، حيت الا ضفتوا العسل مباشره على القوام تيبقى يتكركب لكم، داك القوام كيبقى يتكركب وكيعذب باش تدلكوا سلو مزيان. ملي كديروا هاد الطريقه نتاع ديروا العسل مع الزبده سخونه وتخلطوهم مع بعضياتهم مزيان، عاد تخدموا بهم سلو ديالكم حتى تجي الخدمه به سهله هكا اكثر. سكر كلاصي ما درتش بزاف، ما كاملاش 200 غرام تاع سكر كلاصي اللي درت، حيت تماك عندي تقريبا راه على نص كيلو، هذيك القرعه كتهز كيلو، تما راه عندي تقريبا نص يعني تقريبا نص كيلو نتاع العسل اللي درت. وخدمت السلو ديالي مزيان مزيان، تيبغي يدليك مزيان سلو الا بغيتوه يجيكم ناجح. وهاد الطريقه كتخليه حتى يطلق ليدام ديالو القوام وما كتكثروش بزاف من الزيت.
والزبده اللي درت الزبده الحيوانيه، هي الزبده كتلعب دور كبير الا كانت نوعيه جيده، كتخليه يجي بنين كتر. القوام كنخسروا فيه الفلوس وكل شيء ولا غالي الله يحسن العوان، ولكن ملي كديروا الزبده اللي كتكون حيوانيه راه كيجي بنين كتر وكتر. والزيت البلديه درت 2 كيسان كبار، 2 كيسان ماشي زعما كبار، كيسان د العنبه، 2 كيسان تاع الزيت البلديه. هذا هو القوام اللي درت في سلو، جا تيحمق، جا زوين، جا معلك وجا لذيذ بزاف بزاف. هذيك زريعه الكتان ما كتبانش، المذاق ديالها اصلا هي زريعه الكتان المذاق ديالها زوين، وفي سلو زعما راه ماشي كتبدل لكم ليه الذوق ولا بالعكس كيجي لذيذ كتر. وبالنسبه للشباكيه فدرت نفس الطريقه العام اللي فات. غنخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف الا بغيتو تشوفوه، اولا هنا الفوق هاد الكتابه اللي غتبان لكم هنا الفوق ضغطوا عليها غتمشيو مباشره للفيديو الشباكيه. هنا غنقول لكم غير باختصار، الا كنتو باغيين بالتفصيل تقدروا ترجعوا للفيديو، لانني درت نفس الطريقه. درت كيلو نتاع الدقيق الفورس، كاس د اللوز، كاس د الجنجلان، معلقه ديال النافع، معلقه صغيره د حبه حلاوه، معلقه د القرفه، المسكه الحره، الملحه، رشه الملحه، الخميره تاع الخبز غير واحد شويه نتاع الخميره الحلوه. المهم عندي كاس نتاع الزيت، كاس نتاع الزبده مذوبه بنفس الطريقه حتى كتولي نوازيت، وعندي كاس نتاع مزهر مع كاس د الماء كنزيدو عليهم ضامه نتاع زعفران اولا زعفران شعره الا متوفر، اولا الخرقوم. حتى الخرقوم انا كنخدم به كيجي مزيان. كندفيوهم هادو مع بعضياتهم، المزهر مع الماء عادي ومع الضامه نتاع البنه اولا الخرقوم كما قلت لكم، ماشي ضامه البنه، الضامه ديال الزعفران هي هذيك ضامه البنه الزعفران. المهم يذوب هذيك يذوب داك الزعفران في الماء وما زهر، وبيه كتعجنوا العجينه ديالكم. صافي الطريقه شاركتها معكم باختصار بزاف بزاف، ما بغيتش نبقى نعاود بزاف هكا لانني درت نفس الطريقه د العام اللي فات، ما عندي علاش نولي نصور فيديو واحد اخر بالتفصيل. هذا الفيديو كما قلت لكم في الاول غادي يبقى غير تحفيزي للبنات اللي مازال ما وجدوش، غادي يتحمسوا ويوجدوا حتى هما، ولا بالنسبه للبنات اللي كيعجبهم بزاف يشوفوا بحال هاد الاجواء هذه. الطريقه اللي درت بها هكا اللي شبكت بها الشباكيه ديالي نفس الطريقه حتى هي د العام اللي فات. انا غادي نشارك معكم هنايا واحد 2 مرات هكاك باش نتذكروها وصافي. كناخذ انا العجينه كنحطها على الظهر ديالها، كناخذ داك السميطه الاولى كنحطها على الثالثه، كناخذهم بجوج وكنحطهم على التاليه كاع. كنجمع هذيك العجينه اللي كتبقى كما كتشوفوا هنا كتبقى تبان لكم الشباكيه. كتاخذوا هذيك السميطه اللي كتبقى من الفوق كتعاوطوها مزيان، كتقادوها تخرجوها لبرا تشد بلاصتها، وكتضغطوا على العجينه من الجناب. صافي هذه هي الطريقه اللي تندير ديما، هذه اللي يدي خفيفه فيها الصراحه، هي اللي تعلمتها. صافي بقات يدي خفيفه فيها، ديما كنخدم بها هكا. وكنخدم بهذاك الجرار اللي تيقطع لكم الشباكيه هكا، كتجي كامله كتدوزيه مره واحده على سمطه د العجينه. صافي زعما كتجيكم سهله في الخدمه. ودائما كنعاون بالماكينه اللي كتورق العجينه، والا كانت زعما ما متوفراش عندكم تقدروا تخدموا بالدلاك. غير الدلاك كيبغي شويه الصبر، تلقي العجينه حتى ترقاق، حيت الشباكيه الا جات غليظه ولا جات جهه غليظه جهه رقيقه ولا ما كتجيش الصراحه في المنظر ديالها زوينه. كتخدموا بها هكا على هذا الشكل هذا، تضغطوا لها مزيان على الجناب كتجي هكا. العسل حتى هو شاركته معكم العام اللي فات، حتى هو غنخليه لكم ان شاء الله هنا في هذه الكتابه الفوق اللي غتبان لكم. الا ضغطتوا عليها تمشيو مباشره للفيديو ديال العسل د العام اللي فات، اولا نخليه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. طريقه القلي كنسخنوا الزيت ونديروا الشباكيه ديالنا وتكون النار متوسطه باش ما تحرقش من برا وتبقى ما طايباش من الداخل، وكنطفيوها في العسل وزينتها بالزنجلان عادي، جات زوينه بزاف. وبالنسبه للبريوات والله الا ندمت اللي ما شاركتش معكم الطريقه من الاول، لانني درت فيها واحد الحاجه اللي مختلفه، ولكن ان شاء الله من بعد يسهل الله ونولي نشارك معكم الفيديو، لان جاو زوينين بزاف بزاف، جاو تيحمقوا. درت فيهم اللوز بقشور، ودرت العقده ديال اللوز، خليت اللوز بالقشره ديالو. شتي الصراحه منين جربتهم هكا عمرني ما باقي نحيد اللوز القشره، اولا لانها صحيه وهي اللي كتخلي اللوز يجي فيه ديك النكهه ديالو مجهده اكثر، وكنقصوا علينا
كاينه حتى تماره نتاع عاد دير اللوز يغلي وعاد حيد له القشره ديالو، حتى داكشي راه كياخذ الوقت وبلا فائده. جات البريوات تتحمق اول مره الصراحه نديرها، وان شاء الله هاد الطريقه هي اللي غادي نبقى نعتمد. درت الكميه ديال اللوز ديالي، درتها في واحد الماء اللي سخون، غسلتها مزيان في الماء سخون باش نحيد لها ديك الغبره مزيان اللي كتكون في اللوز. نشفتو مزيان على واحد المنديل هكا نقي وطحنتو. درت له الزبده، دائما كندير الزبده اللي كتكون مزيانه كما قلت لكم في هذا الشيء، لان القوام تيكون غالي، ما كنبغيش نضيعو بالزبده اللي بحال هكا المارغرين، وفي نفس الوقت ما كتكونش شي حاجه اللي صحيه. درت الزبده مزيانه كتخلي العقده تجي فيها واحد البنه كتحمق، ودرت المسكه الحره، درت ما زهر بطبيعه الحال، وشويه نتاع سكر سنيده هو اللي مطحون مع العقده. ما كنكثرش السكر حيت غادي يتطفاو في العسل بطبيعه الحال. وصافي كنديرهم يتقلاو. خدمتهم بالورقه، هذيك الورقه الشينوا اللي مربعه هي اللي خدمت بها البريوات. حتى التالي عاد جربت هكا واحد الحبات اللي درتهم بالورقه د الفيلو. هاد الحبات هادو اللي كتشوفوا معايا اللون ديالهم جاي مذهب كتر، هادوك هما اللي درتهم بالورقه د الفيلو. جات زوينه بزاف زعما. جربت منها هكا واحد الحبات اللي نخدم بهم البريوات. راه الورقه د الفيلو الا كانت تصدق لكم زعما مزيانه ما كتفرتش غير بوحدها، راها تتحمق. غير خدموا بها البريوات ديالكم كيجيو مقرمشين كتر. هنا انا وريتكم من داخل العقده كيفاش كتبان، راه تتبان اللوز باللي مطحون بالقشره ديالو، ولكن راه المذاق تيحمق. وكما قلت لكم كتنقصوا عليكم حتى ديك التماره ديال التفراك ديال اللوز. جاو على هذا الشكل هذا. طفيتهم في العسل حتى هو كما قلت لكم غنخليه لكم في صندوق الوصف. واخر حاجه حضرتها ان شاء الله لرمضان هي واحد المعسله تقريبا نقدروا نقولوا بحلاوه وصافي. غير هي درتها باللوز وكاوكاو مخلطين. الكميه د كاوكاو درتها اكثر من اللوز، درت كاوكاو تقريبا واللوز غير شي شويه زدت منه. طحنتهم هكا في الطحانه مزيان، ما بغيتش نطحنو حتى زعما يولي هكا ملس، خليت فيه واحد الطريفات. ودرت معلقه نتاع القرفه، معلقه صغيره د القرفه، شويه نتاع المسكه الحره، وشويه نتاع ما زهر. هذه هي الحشوه اللي غادي ندير في هذا بحلاوه. درتها بهذه الطريقه. هذه هي كتبقى اسهل حاجه في التحضير، اسهل معسله تقدروا توجدوها هي هذه. ساهله بزاف، تقدروا توجدوها حتى لاخر لحظه، وكتعطي حتى هي كميه كثيره. هنا راه تقريبا عندي ما بين كاوكاو واللوز راه عندي تقريبا واحد 500 600 غرام ما بين كاوكاو واللوز. الورقه نتاع الفيلو كنخدموا بها بالطريقه العاديه كما قلت لكم. انا شاركت معكم هذا الفيديو فيه شي حوايج اللي بساطين زعما ومتداولين وكل شيء. ترددت صراحه في الاول باش نشاركو معكم، قلت راه موجود في اليوتيوب هاد الفيديوهات نتاع التحضيرات ديال رمضان، هادشي نتاع البلدي نتاع الشباكيه والبريوات وهذا. وفي الاخر وليت قلت علاش لا ما نديرش هكا لقطات متنوعين كيبقاو هكا كما قلنا. كاين اللي تيبغي يشوفهم لان تعجبوه الاجواء، كاين اللي كيبغي يشوف بحال هاد الفيديوهات كيعطيوه الحماس انه ينوض يوجد. وكنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الا كنتوا تفرجتوا وصلتوا معايا حتى لهنا ما تنساوش تخليو لايك وتخليو شي تعليق. بالنسبه ليا تيكون واحد الحاجه اللي كتعطيني واحد الحماس كتار وكتخليني نتحمس انني كتر نصور فيديوهات معكم. ولي لايك كيخليو الفيديو يطلع وكيخليو الناس وحده اخرين يشوفوه. كما كتعرفوا القناه مازال صغيره، يعني محتاجه بزاف الدعم ديالكم. من بعد ما وجدت هذيك بحلاوه كامله هكا تخدموها في اللاطه اللي غادي تقدكم. درت انا غير هاد المول هذا نتاع الساج، وكنقطعها هكا قبل ما ندخلها للفران. كندوز عليها الزبده مذوبه، واحد الكميه هكا نتاع تقريبا 100 150 غرام الزبده مذوبه، وغادي ندخلها للفران على عافيه متوسطه طيب من التحت، ونشعل عليها من الفوق تحمر. من بعد ما طابت البحلاوه ديالي، هنايا وجدت السيرو باش غادي نسقيها. درت 2 كيسان تاع سكر سنيده مع كاس ونص ديال الماء، ودرت معهم واحد الطرف هكا تاع الحامض. درتهم على البوطه. من بعد ما بان ليا كيغلي هكا مزيان، نقاست العافيه رديتها مهيله وخليتهم تقريبا 12 دقيقه. وشويه تاع ما زهر
هنايا ضفت عليهم حتى شويه نتاع ما زهر باش كيجي هذاك السيرو زوين، كتجي فيه ديك النكهه نتاع ما زهر، كيجي زوين كتر. وكنسقيو به هكايا المعسله ديالكم، كتسقيوها وهي مازال سخونه، كتكون يلاه جبدتوها من الفران كتسقيوها حتى بالسيرو كيكون مازال سخون. هاد الطريقه هذه هكا كتخليه يتشرب داك السيرو مزيان وكتجي حسن. ضروري يكونوا بجوج بهم سخونين، المعسله تكون عاد خرجتوها من الفران والسيرو ديالكم يكون مازال سخون. كتجي على هذا الشكل هذا. زينتها بشويه نتاع اللوز اللي محمر هكاك بقشورو ومهرمش. سلو كيف ما كتشوفوا كنقربوا لكم مزيان تشوفوه كيف جا معلك وجا تيحمق، جا زوين بزاف بزاف. والبريوات حتى هما جاو رائعين هكاك بالعقده ديال اللوز بقشورو. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، واخا ما فيه حتى شي وصفه اللي كامله مكموله من الاول حتى الاخر. كيف ما قلت لكم بغيت نشارك معكم هكا غير لقطات، لان بزاف ديال الحوايج اللي فايت ليا صورتهم وخليت لكم الراحه. الى فيديو مقبل ان شاء الله.